السلام عليكم المتتبعين المتتبعات، كي دايرين بخير؟ كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو ديالي في احسن حال ان شاء الله. ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي، قناه ام سناء. اليوم غادي نوجد معكم الزيتون المشرمل او مسلاله كما كيسميوها ناس فاس. المهم عندي هنايا الزيتون اللي غادي ندقو بليد نتاع المهراز او شي حجره. المهم كنفرش شي خنشه ولا شي ميكا، كندقو بهاد الطريقه. على هاد الشكل. المهم كنستمر بحال هكا حتى غادي نسالي الكميه نتاع الزيتون اللي كاينه عندي. من بعد ما ساليت الزيتون اللي كاين عندي، كنجيب شي جبانيه كبيره ولا شي بواطه، كنعمرو فيها ونعمرها بالماء، وكنبقى نبدل ليه الماء يوميا مده 15 يوم. من بعد ما دازت 15 يوم كنجيب 4 المعالق كبار نتاع الملحه، كنرمي الزيتون ديالو نخلطو مزيان وعاود نخليه واحد 4 ايام. عاد كنديرو في شبكه ولا شي صفايه باش يقطر الماء مزيان، ونبقى نحيد ليه العظام على هاد الطريقه. من بعد ما ساليت الزيتون ديالي حيدت ليه العظام، قسمته على جوج باش غادي نوريكم جوج طريقات نتاع التشرموله. عندي هنايا قزبور ومعدنوس، معلقه نتاع الهريسه، عندي ورق سيدنا موسى، معلقه نتاع الملحه، معلقه كبيره نتاع الكمون البلدي، معلقه نتاع الهريسه يابسه اللي كنقولوا لهم اسوفار بالشلحه، عندي الحار، عندي نص حامضه مقطعه طريفات، عندي خيزو مقطع على نصف دائره، والفلفله خضراء وحمراء حلوين، وعندي حامضه عصير نتاع حامضه ما تصفيوهش خليته بهذاك اللب ديالو، وعندي كاس نتاع زيت الزيتون. المهم غادي نخلط المكونات ديالي كلها. كنضيف قزبر ومعدنوس، الهريسه، كنضيف هذوك ورق سيدنا موسى والملحه والكمون والحار، كنضيف الحامض وهاد الحارات. من بعد كنضيف خيزو مع الفلفله حمراء وخضراء، كنضيف عليهم عصير نتاع الحامضه وكاس نتاع الزيت. كنخلط المكونات ديالي مزيان. غادي تضيفوا طروفه نتاع الثومه، راه نسيتهم حتى الاخر عاد تفكرتها. غادي ندوز باش نشرم الكميه نتاع الزيتون اللي باقيه عندي. غادي نحتاج جوج ضروسه نتاع الثومه محكوكين، ورق سيدنا موسى، عصير نتاع حامضه، عندي معلقه نتاع الكمون البلدي، عندي الزعتر، الملحه، عندي الحار، عندي الهريسه، قزبر ومعدنوس، وكاس نتاع زيت الزيتون. هذا نسمتو بالزعتر. نون كنضيف المكونات ديالي كلها. غادي نخلطهم مزيان. من بعد ما خلطت الزيتون ديالي مزيان، كنعمروه في شي بواطات او قراعين تاع الزاج، المهم اللي متوفر عندكم. انا عمرته في هاد البواطات، وكتخليوه 3 ايام ولا 4 ايام صافي، وكتهزوه تاكلوه بالصحه والراحه. كنتمنى ينال هذا الفيديو الاعجاب ديالكم،
وما تنسونيش بلي لايك وكومونتيرات يكونوا زوينين، واللي باقي ما مشتركش في القناه يضغط على زر الاشتراك باش يبقى يوصلكم كل جديد. وبسلامه عليكم حتى الفيديو جديد ان شاء الله.